اتدرب في نادي الشمس وجه وقال لي انا عاوز العب فاكر يا اسامه؟ قال لي عاوز العب البطوله. كله اصرار وكله عزيمه. ليه كبرت في دماغه انه عاوز، لقى المستوى ضعيف وكده قال لك انا انزل اخد اول جمهوريه. بمناسبة الكلام ده، لا مش لو ايه وما كناش بقى مع ولا عارفين. خلي بالك الموضوع ما فيهوش مطامع مكسب، لا ده حب كله للجودو. ما انا فاهم يعني زي مثلا واحنا كل اللي بيكسب كان بياخد ايه؟ 2018 2018 في صيف 2018 كانوا قالوا ان هيبقى في اول بطولة للرواد في شهر 8. وكان كابتن فؤاد حجازي عمل دعوة كريمة للعيبة القدامى علشان كنت انت اول واحد، اول واحد واقف على الصوت معاك. شفتك وشفت صورك مع كابتن فؤاد. عايز اقول لك حاجة بقى بمناسبة الموضوع ده. السيوناجي اللي انا اتمرنتها مع كابتن فؤاد حجازي في ال 15 يوم دول ما شفتهاش مع اي مدرب من اللي عاصرتهم، رغم ان انا كل المدربين اللي عاصروني اباطره. وانت لعيب سيوناجي وانا لعيب سيوناجي. فاهم؟ انا بقيت مندهش وبجد حزين ان الراجل دوت ما دربنيش في عز شبابي. فاهم؟ لان انا لو كنت اتمرنت على السيوناجي بهذا التكنيك كان الموضوع هيبقى مختلف تماما. فاهم؟ فهمت بقى. هو خالد حجازي الله يرحمه كان مميز بيه. لكن مدرسة الجودو اللي عند كابتن فؤاد اسمها الحجازية. مختلفة تطلع ابطال. ازاي واحد زي كابتن فؤاد مثلا دلوقتي مش مدرب منتخب قومي لاي فرق من الفرق؟ ده الراجل عارف عرض ايه؟ قال لك انتوا خلوا المدربين المشروع الاولمبي زي ما انتوا عاوزين، بس اديهم كورسات اعلمهم يشرحوا ازاي حتى. لكن العمليه متوزعه ايه؟ ده في الحته دي وفي الحته دي والحته دي عشان اضمن اصوات انتخابيه. حاجه قذره جدا. لا في موضوع كابتن فؤاد حجازي انا بشوف الموضوع مش كده. موضوع في كابتن فؤاد حجازي ان منظومه الجودو في مصر كلها عايزين المدرب اللي يجي ينفذ ويقول امين وخلاص. سياسته. طب ماشي يا جماعه، هو انتوا فاهمين علشان تجيبوا واحد يقول امين بروفيسور يقول لكم امين؟